وش يقول عنك؟ وش يقولوا لنا؟ شو يقول؟ يلا بشوفك كيف. يلا والوعد قدام ان شاء الله. ها يا سيدي بن سيدي، هذا غانم الدوسري والامير عبد العزيز بن مشهور يهدد غانم الدوسري بالله قال له تصفية الجسدية والله لا حكون راسك ولا شنو يقول، مش يقول فيها السعوديين راسك تحت جزمتي انا كاش يقول فيها. اي قال له يا تشلب، قال له يا تشلب الشعب السعودي يا تشلب، عمك سلمان وعمك نار شكون وعمك نار الزبي قال لك هذوما كلهم هم اللي فهمتي يوكلوا في الشعب السعودي، والفضل يرجع على آل سعود فهمتي باش في توكيل الشعب السعودي. على كل حال شوف، هو راهو اليوم 15 سبتمبر، هذه تحية أكسيلية فهمتني من عند حفيد أكسيل وحفيد تيهيا فهمتني اللي شد عقبة ساعة عقب منافع ساعة عندما احنا في تونس لنا امرأة 70 سنة ويتحارب فيه عقب منافع نتاعكم انتم اللي بعثوهم انتم غادي من السعودية. احنا لهنا لمزيغيين الاسلام فهمتي يتخلوا خرج لتونس 7 مرات، والعباد بقات محافظة على عادتها وتقاليدها ومحافظة على كل شيء، حتى القرن غزير وغيره هذا كل عادات يهودية وعادات مسيحية، دونك احنا محافظين على أصالتنا. ولهنا انا توا قاعدين فهمتني نتبولوا على كل بشر يمشي يحج يعطيكم انتم الفلوس باش مش تعطيهم انتم الجزية لترامب يا آل سعود يا طحانة، وعلى كل بشر فهمتني واحد. وتحية للشعب السعودي وتحية فهمتي للعملية هذه للواحد، وعلى المظاهرات اللي باش تصير اليوم فهمتي في المناطق السعودية فهمتي الواحد المقصية وكذا فهمني. تحية مني من معناها كيف يقولوا فيها من حفيد أكسيل وحفيد تيهيا وحفيد مارسينيسن ويوغورتن وعليسة وحفيد نساء ورجال حكمت في تونس، حفيد السيدة المنوبية وما أدراك اللي كانت أم الناس بالصلاة فهمتوا. على كل حال وتحية زاد الغانم الدوسري، تحية حب مني ليك يا غانم الدوسري، وكل بشر معناها فتني سعودي آثر أنه يقول الحقيقة ويسمع الحقيقة. وتحية لكل بشر في السعودية كيما في وقت من الأوقات احنا في عاد بن علي نستعملوا في اللوت سبوت باش فهمتي ما يسبعناش الحاكم وما يعرفناش الحاكم احنا شكون، تحية لهم زادة. وتحية لكل بشر فهمتني قاعد تو حاط لك اللي بروكسي اللي صورنا في مخك انت كل باش تتفرج في فيديوهات غانم الدوسري فهمتني في اليوتيوب. تحية لكل مدون سعودي ورئيف بدوي اللي مسكن يجلدوا فيه حتى جلين داخ والعباد تتفرج. تحية ليه لأنه نفس حر، وكندا فهمتني معناها التو مازال ما سلمتش فيه لأنه مواطن كندي كما هو مواطن سعودي ومرته كم تعيش في كندا. تحية لها. تحية لكل بشر سعودي اعتذر وأقر أنه في وقت من الأوقات هالغطرس هذه باسم الإسلام وإلا باسم أي حاجة في الدنيا هي نوع من الفاشية، واللي هم يزوم يعتذروا شعوب العالم الكل أنهم أضروهم. تحية ليك يا غانم الدوسري وتحية حب من إنسان عادي وبسيط أصلا أول مرة معناها الكلمات هكا معناها ما نجمش نخرجهم ما لقيتش شنو نقول لك. تحية ليك. وبالنسبة لليوم هذايا أنا ندعو الشعب السعودي وكل السعوديين من واحد تونسي معناها أنا في وقت ما لقاش تعيش في السعودية، الوالد كان يقري غدي قعدت 5 سنين في السعودية، 5 سنين قعدت نتذكر معناها السعوديين للأسف لأنهم شعب مكبوت معناها كانوا يجريوا وراي من بلاصه لبلاصه، لان الوالده كلمتني قالت لي اسمع، قالت لي راهم جماعه السعوديين ثم طفاره، وقت تشوف واحد منهم كي عيط قال لك كيشه ولا حاجه اهرب رد بالك تقعد فهمتني. نلقى روحي فيتي 5 سنين قعدت فيها السعوديه من رغم اللي عمري 4 سنين و5 سنين كل واحد يعيط لي يقول لي يجي نهرب عديت 5 سنين وانا هارب تلمون انتم معناها فيتي مكبوتين يا دي راهم مش عليكم، انا راهو انتم تعملوا في فيولور دي زونفون اي تو سا معناها مش منكم راهو انا دي واحد من الناس عشت حكيتكم لك وشفتها معناها فوزيت زي غاسور دي فيولور دي انفون تعمل لي زاتوشمون كل شيء، انا نحكي واحد من الناس شفتهم حكيتكم لك. سا مونتر كوا سا مونتر انتم شعب مكبوت لانكم انتم كابتينكم وحارمينكم ومعناها فتني وهذا كله بسبب معناها العادات التقاليد نتاعكم اللي هي صفر من الاخر ما تجي حد شيء. وكلاب جماعه آل سعود يدفع في جزء لترامب دفعهم فيها، وقريبا جدا 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 الشعب السعودي اللي باش يفيق. واليوم 15 اليوم بالرسمي نار معناها نهار ما يتنساش في التاريخ، وباش نبقى كل نهار 15 ندى هكا فرحان ونضحك في وجه الشعب السعودي البطل الهمام وكل بشر سعودي اللي هم عايشين في الفقر. العباد ما يعرفوش السعوديين عايشين في الفقر يا جماعه اللي انتم فقراء. آل سعود عايشين في خير، اما انتم بقيه نتاعكم انتم اغلبيتكم منكم برشا فقراء وانتم تعوموا على بحر من النفط. تمنيكوا عليكم الشيوخ نتاعكم اللي يحكوا لكم في الحكايات اللي ما تجي حد شيء وكذا. غانم الدوسري مسلم كيفهم ويحكي لغه عربيه وكذا وبال على الكلاب هذيا يخسوا كما يقول هو فهمني
فهمني، تخسي قالوا تخسي، فهمتني، يخسوا هذوما جماعة آل سعود. وتوا فرصتكم باش تكونوا عندكم كرامة كشعب وتدافعوا على أنفسكم كما احنا دافعنا على أنفسنا 70 سنة ضد عقبة، وتوا قاعدين نتبولوا على كل بشر. فهمتي، من هنا في تونس احنا عندنا رجال وأبطال قاعدين يتبولوا على كل بشر من أحفاد عقبة ذوما طحانة الإسلام. ما احنا انتم ما عندكم حتى مشكله مع الاسلام، خاطر انتم سيغتنمون على دوله الاسلام وفازات. دونك انتم ما كومش مشكلتكم مع الاسلام، انتم مشكلتكم مع آل سعود اللي هما يدفع في الجزيه لترامب. هذايا راهو ما فماش، راهو حتى في عادتكم انتم الاسلاميه، في ثقافتكم الاسلاميه ما فماش مسلم يدفع جزيه للبشر اوروبي، البشر مسيحي، راهي ما فماش في دينكم. كان انتم ترضوا على انفسكم على كرامتكم، انتم شعب طحان. لكن راهو فيكم جماعه شويه اللي هما رجال. انا طالب من الرجال هذوما نهار 15 اللي هو اليوم في اللحظه هذه، فهمتي، في الوقت هذا الناس كلها تخرج، الناس كلها تعبر رايها، واللي ما ينجمش يعمل بونكارت ويقول يوم 15 هذايا هو يوم تاريخي ويوم بطوله لكل بشر سعودي آثر انه يعيش انسان حر. ورساله لكن البنات هذوكم اللي يعملوا في التصاور، فهمتي معناها من تالي هكا وشعوراتهم عريانه ولابسين قصير في كل تركينه وفي كل بقعه في السعوديه. تحيه ليكم قلبيه منكم من عند وجدي. انتم زاد بالرسمي عندكم العرق الامازيغي، خاطر احنا سبيونا، احنا 300,000 مشيو عندكم انتم غادي عند امراء امير المؤمنين نتاعكم انتم وكذا. سيغتنمون يا دي زمازيغ لابا في السعوديه، خاطر احنا سبيو منا برشا. هذيك عروقنا الحره، وانتم اللي بتبياتكم فيكم ناس احرار. رد بالكم تخليوا بشر يقمعكم. من حقكم انكم تسوقوا الكرهبه، ومن حقكم انكم تلبسوا وتخرجوا وتعملوا كل شيء، والقانون معاكم. ما تخليوا حتى بشر يقمعكم. عيشوا حرار وما تسلموش في الحريه نتاعكم. وبالحق انا نحبكم برشا، نحب غانم الدوسري ونحب كل بشر سعودي في كل منطقه وفي كل ريف وفي كل بلاصه مقصيه باش يخرج اليوم نهار 15. اخرجوا الناس الكل وارفضوا آل سعود وتبولوا عليهم، لانه ما عندكم حتى فرصه باش الكرامه نتاعكم راهو باش تفكوها في كامل آل سعود. وآل سعود خايفين منكم. الامير هذا اللي سب في غانم الدوسري قال له باش يقص له راسه لانه هو خاف منه. واحد بركه تكلم، شوفوا شنو عمل. ما انتم شعب السعوديه كانت تتكلموا 10 15 واحد شنو يصير هكاك، راهو كيما كومين بول دوناج، كيما كرة الثلج تمشي وتكبر. انتوما تو فرصتكم باش تفكوا كرامتكم وربي معاكم. وبالحق تحية أكسيلية أمازيغية تونسية حرة من بلاد الحرية اللي أعطت المساواة في الميراث بين المرأة والراجل، وأعطت الحرية للمرأة أن تختار راجلها سواء كان مسلم ولا غير مسلم. احنا بلاد الحرية لهنا، وبالرسمي انتم يلزمكم تفكوا حريتكم. فكوا حريتكم يا شعب السعودية، فكوا حريتكم. وكل بشر سعودي مسلم ويبقى مسلم، لكن هو يحب يعيش حر بقطع نظر على الدين. انتم تحبوا دولة مدنية وتحبوا كرامة، ما تحبوش آل سعود يتبولوا عليكم، ما تحبهمش يتبولوا عليكم. وراهو ما نجموش يقتلوا منكم 100 ولا 200 ولا 1000. في كل الحالات باش يرضخوا لكم، وإرادة الشعب هي اللي باش تمشي، والحرية والديمقراطية وحرية الاختيار هي باش تكون مآل الشعب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي بتحية الإسلام تاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم.